السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع نضع لكم كم التشابه بين، على سبيل المثال، أفعال ومعتقدات. مثلا المعتقدات الهاشمية مثل الصوفية أو الشيعية أو الزيدية. لماذا نقول أنها معتقدات هاشمية؟ لأنه في الأساس هذه المعتقدات تقوم على قوانين. من هذه القوانين أنه لا يجوز أن يحكم هذه المعتقدات إلا من كان هاشميا. لهذا أغلب من فيها هاشميا، أغلب القادات فيها، أغلب القادات الكبار والصغار هاشميين. ثاني شيء أن قبور بني هاشم تعبد. في هذه المعتقدات قبور بني هاشم تعبد، لا هذا نقول لها معتقدات هاشمية. حتى الخمس الذي يأخذوه من جيوب المسلمين باسم أنهم هواشم باسم إلى آخره، فهذه معتقدات تمثل بني هاشم ولا تمثل الإسلام. هنا نشاهد اقتحام قوات الكيان لمنازل أهل فلسطين. نفس الحكاية عند المعتقد الزيدي الهاشمي في اليمن، اقتحام منزل يمني، لم يراعوا حتى حرمة البيوت. محاولة كسر الباب. صوري حرام لا نشر بالفيسبوك الآن. صوري إذا ما نشرنا كيف يفعلوا نسوان داخل البيت. هذه المرة بصخب أكبر. هنا أيضا تدمير منازل البيوت الفلسطينية أهل فلسطين يتفقد أحمد أبو دياب وأطفاله الخمسة من قبل دولة الكيان الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية. عاشوا فيه 8 سنوات، أما الآن فأحمد وعائلته بلا مأوى. والله بإيدي بنيته كله، يعني أنا مش مقتدر تقول هذا. بنيت حيطانه وبنيت أرضيته وبنيت طوب وكسرته وطرشته وسكفت عقدي، شغل إيدي. الشبابيك كله حديد، عملته على إيدي والله، ما أنا حداد. ليس بعيدا عن منزل أحمد كان صوت الجرافات أيضا هنا تفجير تفجير منازل المواطن اليمني من قبل الكيان الهاشمي، ألا وهو جماعة حوحو التابعة لإيران في اليمن. جماعة الهاشميين في اليمن أو حزب الهاشميين الذي هو حزب حوحو يفجر منازل المواطن اليمني. يعني ما الفرق بينهم هم ودولة الكيان؟ نفس الأفعال. هنا تفجير منازل في دولة الكيان لأهل فلسطين، وهنا تفجير منازل لأهل اليمن. يعني مجرد أن تختلف فيه في المعتقد معه في المعتقد أنك لا تريد أن تعبد قبرا، لا تريد أن تسجد إلا لله، لا تريد أن تقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تريد أن يحكم واحد بلدك باسم أنه من أهل البيت وأنه عترة مقدسة وأنت ربي خلقك هكذا، مجرد تبع. لمجرد اختلاف الأفكار يتم تفجير منزلك. هذا طبعا منزل ثاني يمني يتم تفجيره من قبل جنود الكيان الحوثي الهاشمي. طبعا هذا كيان هاشمي محتل الكثير من المواطن العربية. نسمع. جماعية واسعة ضد السكان في مديرية المراشي التي تضم أهم الأودية الزراعية الخصبة في محافظة الجوف. مصادر محلية قالت ليمن شباب هذا يتكلم عن تهجير المواطنين اليمنيين من مناطق تماما كما تفعل دولة الكيان، تهجر المواطنين الفلسطينيين من مناطق ثم تبني عليها مستوطنات. وكذلك هذا الكيان الهاشمي الحوحو في اليمن، جماعة الحوحو، لا أستطيع أن أذكر الاسم بسبب أن لا يتم حظر المقطع. يعني اسم الجماعة حوحو، جماعة حوحو بقيادة عبد الملك التابعة لإيران. نفس الحكاية، يتم تهجير المواطن، يتم قهر المواطن من أجل أن يحتلوا المواطن من هذا النسب المقدس. هذا كما تشاهدون الآن تفجير مسجد للمسلمين في اليمن لمجرد أنه يخالفهم العقيدة، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. لا، وهم يريدوك أن تعبد الحسن والحسين وفاطمة والزهراء وغيرها من الأسر الهاشمية. يريدوك أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا أن تعود تعبد علي والحسن والحسين. ومن هم علي والحسن والحسين؟ عبيد من عبيد الله، ليسوا إلا، فنعبدهم. لن نصيح إلا يا الله، لن نقول إلا يا الله ولو تكالب علينا من في الأرض جميعا. هذا هو الفكر الهاشمي، يعني فكر إرهابي، فكر متسلط. يعني اليوم أكثر من دولة تحت احتلال الفكر الهاشمي، يعني في العراق، سوريا، أجزاء من اليمن، أجزاء من لبنان.
هذا الفكر الذي يحارب التوحيد، يحارب الإسلام باسم القرابة، باسم أنهم أقارب للنبي، يفعلون ذلك. كذلك بني إسرائيل فعلوا ذلك باسم القرابة، أنهم أقارب لأنبياء بني إسرائيل. هي نفس الحكاية. نشاهد الآن هذا قبر المسيح الذي يعبد. من يدعون أنه قبر المسيح؟ وهنا أيضا من المعتقد اليهودي قبور تعبد، قبور يعبدوا قبور بني إسرائيل في اليهودية، وكذلك في النصرانية تعبد قبور بني إسرائيل. هذا أيضا أحدهم يسجد للبابا شنودة، يسجد له من دون الله. عبادة لهم من دون الله، سجود لهم من دون الله. كذلك في المعتقدات التابعة لبني هاشم، الصوفية والزيدية و نفس هذا معروف. هذا ملك المغرب لأنه هاشمي، جعل الناس يركعون له من دون الله، يسجدون له من دون الله، يعني باسم القرابة من النبي. هذه الأفكار الهاشمية. وهذا نفس الحكاية ملك المغرب الذي هو موجود الآن، هذا الخامس، ملك المغرب الخامس محمد الخامس، هذا قبر يعني أحد الهواشم الذي يعبد في العراق. يعني نفس الحكاية، لمجرد أنك هاشمي يطلبوا منك أن تسجد لهم، تركع لهم باسم، إن كان في معتقدهم الشيعي مثلا، معتقدهم الصوفي، معتقدهم، هذه كلها معتقدات الزيدي، كلها معتقدات تابعة لبني هاشم، لأنها تقدسهم وترفع من قدرهم. هذا واحد يعبد العذراء أنها إله وأنها أم عيسى عليه السلام، حاشاها، إلا هي عبدة أصلا، عبدة من عبيد الله، يعني أصبحت إله وهي من خلقها الله، ما ندري كيف. وهكذا عند بني هاشم من في معتقداتهم الزيدية والصوفية، يأمرون الناس أن يعبدونهم من دون الله. يعني لن تجد اليوم قبر يعبد في الدنيا إلا لمن كان هاشميا، في العراق، في سوريا، في اليمن، حتى في المدينة ومن مكة المنورة، يعني قبل 100 عام حين كان وقت حكمهم كان هناك قبور تعبد من دون الله. أيضا هذا قبر عند المعتقد اليهودي يعبد من دون الله، يعبد من دون الله. نفس التشابه بين المعتقدات، هذه تشابه كبير بين معتقدات بني هاشم ومعتقدات التي موجودة من قبل الإسلام، والتي تم تحريفها أصلا، لأن كانت جميع الرسالات في الأساس كانت تدعو إلى الإسلام والتوحيد، تم تحريفها إلى أن أصبحت هكذا. واليوم كذلك بني هاشم باسم القرابة يريدون يحرفون الإسلام من توحيد إلى هذا قبر الرسي الهاشمي في اليمن، الذي هو اليوم أحد أجداد عبد الملك قائد جماعة الحوحو في اليمن التابعة لإيران. هذا هو يعظمونه وجعلوا لقبره مساجد. قال الرسول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور صالحيهم مساجد. هذا هم الذي لعنه الله، النبي لعن الله نفس هذا الفعل، جعلوا من البشر آلهة من دون الله باسم أنهم قرابة النبي، وأنهم أفضل من باقي البشر، وأنهم مقدسين. وقد قال النبي فيهم، قال: لا يكفؤن أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء. ويقصد النبي بهذا الحديث بني هاشم، أنهم سيكونون أعداء للتوحيد، أعداء لله، أعداء للإسلام، أعداء لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. وهذا واقعهم اليوم، يشهد في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل مكان. هذا أيضا قبر في الجزائر يعبد من دون الله لأحد الهاشميين الذين يدعون أنهم أولياء الله. ولا ولي لله إلا من عبد الله وسجد لله وشكر الله على ما قدم له من حتى النفس، من طعام، من أكل، من شرب، من نعمة البصر، من نعمة، وليس إلها. كيف للمخلوق أن يصبح إله؟ كيف للضعيف من ذهب تحت التراب رغما عنه أن يصبح إله؟ كيف نسجد لما خلق الله؟ يعني الإسلام أتى ليحارب المعتقدات التي قبلها، مثل يعني المعتقدات اليهودية والنصرانية التي كانت تعبد القبور من دون الله. هذا القبب
والقبور الأضرحة كانت تعبد في هذا في المدينة المنورة على قبور الصحابة، صنعها بني هاشم أثناء حكمهم للحجاز قبل 100 عام. قبل 100 عام كان هكذا شكل قبور المدينة، وكانت تعبد من دون الله وتقدس من دون الله. هذا هو الفكر الذي حارب التوحيد، حارب الإسلام، حارب العقيدة، الفكر الهاشمي الذي من الدولة العباسية إلى اليوم، والفكر الهاشمي يحارب التوحيد. جعلوا من أنفسهم إله من دون الله باسم أنهم قرابة وأنهم أسر مقدسة، ولا يوجد هذا في الإسلام أسر مقدسة. الإسلام لمن قدم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي أصبح سيد في قريش، سيد في قريش. عمر يقول لبلال الحبشي سيدنا. في نفس الوقت يعني أبا لهب أصبح مذموم في قريش، يهان ويسب أمام الله وخلقه. هذا في مكة المكرمة كان هناك قبب هاشمية تعبد من دون الله، لقبور هاشمية تعبد من دون الله، كان هنا قبور تعبد من دون الله، قبور هاشمية صنعها بني هاشم من أجل الاسترزاق باسم أنهم قرابة النبي، وباسم أن قبورهم تنفع وتضر من دون الله. هذا المعتقد يحارب التوحيد. بني هاشم حرب على الله وعلى رسوله من أكثر من 1400 عام، وهم حرب على التوحيد، حرب على الرسالة المحمدية، آخر رسالة. هل من العقل أن الإسلام يأتي ليحارب من كانوا يعبدوا القبور من قبل الإسلام ليجعلهم في الإسلام هم الإله؟ لا، ليس من العقل هذا، وليس من الإسلام، وليس من المنطق. هؤلاء حرب على التوحيد، حرب على العقيدة، حرب على الثقافة البشرية. يعني الله أنزل محمد بن عبد الله خاتم للرسل من أجل ينهى الناس عن عبادة القبور، عن عبادة ما دون الله، ليكون الدين لله وحده لا شريك له. ويأتي هؤلاء باسم أنهم قرابة النبي يجعلوك تعبدهم من دون الله. هذا ليس صحيح. لا يوجد اليوم عرق مقدس باسم أنهم قرابة للنبي. لو كان هذا الأمر صحيح جميع البشر اليوم مقدسين. لماذا؟ لا يوجد اليوم على وجه الأرض إنسان واحد ليس من نسب نبي، وكل أنساب الأنبياء سواسية مطهرة، كل أنساب الأنبياء من نور، كلهم أنسابهم طاهرة. لا يوجد اليوم بشر واحد على الأرض ليس من نسب نبي. ولكن الحكاية ليست هكذا. الله أرسل البشرية في الأساس هنا للاختبار، واختار من كل أمة أو من كل جماعة نبي أو رسول لينذر هذه البشرية من أجل الإسلام أو من أجل عبادة الله. ولو هذا النبي عصى الله لا أصابه ما أصاب البشرية، ما يصيب البشر كاملا. وللعلم أول من حارب الإسلام قريش، فكيف يكونوا هم الوريثين للدين والإسلام؟ ولا يوجد شيء اسمه وريث. هذا كتاب الله ليس له وريث إلا من اتبع، ليس ورث لأحد. كلهم سيموتون ويبقى كتاب الله إلى قيام الساعة، والحق إلى قيام الساعة. لا يوجد وريث للحق، ولا يوجد هناك حق لعرق معين بهذا الكتاب. احنا لسنا من هؤلاء الذي يدعون أنهم أحباب الله وشعب الله المختار، وأن الرسالة هذه بعثت لهم، وأن كتابهم المقدس، وأن الله فضلهم على باقي البشر. هذا يجب أن يعلمه الجميع. الله أنزل التوحيد للحرب على المعتقدات السابقة. الذين كانوا يقولون نحن أحباب الله، نحن أبناء الله وأحبابه، والذين كانوا يقولون نحن شعب الله المختار، والذين كانوا يزكون أنفسهم على الله وعلى الناس. والله قال رد عليهم مثلا، قال لهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. بل الله، هذه التزكية لله. الله اختار بشر رسل له، لم يختار أنساب كاملة. لو كان اختار النسب كامل ما كان أبا لهب أكبر من حارب الإسلام، لا، ما كان قريش أول من حارب الإسلام وهم نسب النبي. ما كان الله قال إذ أخرجه الذين كفروا. ما كان النبي قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما كان القرآن فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما كان أول من حارب النبي، أول من حاول قتل النبي، أول إلى آخره. يعني النبي جلس في قريش 13 عام ليدعوهم إلى التوحيد، أسلم منهم 10 طوال 13 عام. لو كان النبي يحفر في الجبل إنها انهار 13 عام من الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.